السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في سعادة وراحة بال وجبر خاطر من رب العالمين. قبل ما نبدأ كده الفيديو نحب طبعا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيديو النهاردة هنعمل مع بعض البسيسة. ماشي، انا معايا هنا بيضتين وكيس كيس فانيليا في شفشق الخلاط، ومعايا هنا سكر. انا هحتاج كوبايه وربع من السكر. انا عايزه اقول لكم الكوبايه اللي يعني هستخدمها في اول الوصفه لحد اخر الوصفه، هي كوبايه واحده اللي هستعملها. انا نزلت هنا طبعا بكوبايه وربع من السكر، ومعايا كمان كوبايه من الحليب. طبعا الحليب دوت مش ساقع، كل حاجه بدرجه حراره المطبخ حتى البيض. ودوت زيت. بس طبعا يستحسن لو انت هتعملي كيكه او يعني اي كيكه بسيسه، اي حاجه يعني في الحلويات وكده، ولو انت هتستعملي الزيت يفضل ان الزيت يكون طبعا نوع كويس جدا. تمام. انا هحتاج نص كوبايه من الزيت. الزيت دوت نضيف زي ما انتم شايفين. ادي نص كوبايه الزيت. انا هنا بقى كنت بجيب الخلاط، هضرب كل المكونات السائله معانا ديت في الخلاط زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا عايزه اقول لكم انا اول مره يعني اعمل البسيسه او الكيكه عامه او اي حاجه، وما اعملش مواعين كتير يعني. انا استعملت كوبايه واحده بس للبسيسه زي ما انتم شايفين كده. تمام. هنا انا معايا بقى ايه، ذره اصفر. دي ذره اصفر. دي الذره الاصفر ده طبعا بتجيبه من عند العلاف، او من الناس الفلاحين. لو عندك يعني ناس فلاحه وكده بتقعد على عندكم يعني في المنطقه وكده، بيبيعوه برضو. تمام. انا برضو انا نخلت هو كوبايه وربع من الدقيق، من دقيق الذره الاصفر. الحاجات دي طبعا اللي كنت لسه جايباها وملحقتش افضي طبعا الدقيق في اي حاجه، كل حاجه بالكاسه زي ما هي. طبعا انا هنزل كمان بكوبايه وربع من الدقيق الابيض، اللي هو العادي بتاعنا، الدقيق الابيض. تمام. ادي كده كمان كوبايه وربع، يبقى كده كوبايتين ونص. كوبايه وربع دقيق ذره اصفر، ودقيق اللي هو الابيض العادي بتاعنا. تمام. زي ما انتوا شايفين طبعا بنخله كويس جدا عشان لو في اي حاجه. وهنا كيس بيكنج باودر. هنا انا بقلب كل المكونات الجافه مع بعض كويس جدا. هبدا بقى انقلهم كده في طبق غويط شويه عشان اعرف اقلب. اهو زي ما انتوا شايفين كده انا نزلت
بالحاجه اللي انا ضربتها، المكونات اللي انا ضربتها في الشفشه. وعايزه اقول لكم انا ضربتها كويس جدا، وكل ما ضربت الحاجه كويس كل ما اديتك نتيجه طبعا احسن. انا كده اهوت بدات ان انا انزل بمكونات الجافه على السايله، وطبعا ايد بنزل بيها وايد بقلب بيها. انا بقلب كويس جدا. انا عايزه اقول لكم انا بقالي فتره جدا ما عملتش بصوا بقى وانا بوريكم. انا عايزه اقول لكم ان انا بقالي فتره ما عملتش البسيسه، وبصراحه ما كانش في بالي خالص ان انا اعملها. بس ابو عصام اتصل بيا هو في الشغل وقال لي يا ريت لو تعملي لنا صينيه بسيسه النهارده عشان انا نفسي فيها. فانا طبعا ما ينفعش هو يقول لي حاجه وانا طبعا ما نفذهاش. فهو اول لما قال لي طبعا على طول اشتريت الحاجه وعملتها زي ما انتم شايفين كده. كنت لسه حتى والله مخلصه الغدا، ويا دوبك كانت خلصنا وكده، وخلصت الغدا ورحت عامليها. لازم طبعا تقلبيها بالمضرب كده كويس جدا، والجوانب بتاعتها كل ما اقلب فيها الاقي الجوانب فيها دقيق وكده، فبنزله بالمضرب وابدا اخلط المكونات كويس جدا مع بعض. عايزه اقول لكم الفرن بقى وهو شغال كده بقى، وفي الشتاء وسخونيه بقى ومدفي الشقه بصوا انا بحب الشتا جدا بسبب ان انا بحب اعمل الكيك او القرص او الحاجات ديت. يعني انا بحبها في الشتاء قوي عن اي وقت تاني بصراحة. هنا بقى انا معايا صينية ودهنها كده حبة زيت كده بسيط جدا، وممكن لو عايزة تعفريها بالدقيق تمام، بس انا مش بحب يعني اعفر الصينية عادي. انا بديها دهنة زيت كده بسيطة بس كده وبتبقى تمام وزي الفل معايا. انا كده نزلت اهو بالخليط زي ما انتوا شايفين، ولا تقيل ولا خفيف زي ما انتوا شايفين. وكانت بسم الله ما شاء الله كانت جميلة جدا، وكان طعمها والله العظيم كان تحفة. وعايزة اقول لكم والله هي عليت بطريقة رهيبة فوق ما تتخيلوا. هي عليت وعدت الصينية كمان وكانت عالية جدا، بس انا بنتي ما صبرتش ودخلت فتحت عليها قبل ما الوقت يعني يخلص وكده. انا عايزه اقول لكم والله العظيم لما هي فتحت هي كانت معديه الصينيه، انتوا متخيلين؟ والله هي كانت معديه الصينيه بكتير. بس ما هي فتحت وكانت لسه طبعا ما استوتش، يعني كان فاضل لها شويه. قفلت عليها بسرعه، يعني قلت لها اقفلي بسرعه لسه ما استوتش. قفلنا بسرعه وكده. ولما جيت بقى استوت وطلعتها لقيتها هبطت شويه زي ما انتم شايفين كده، بس ما هبطتش خالص، يعني ما هبطتش خالص للامانه. آم، يعني ما هبطتش يعني ما هبطتش يعني اللي هي ايه، يعني هبطت على الاخر، لا هي هبطت شويه. بس هي لسه برضو يعني هي برضو عاليه، هي عاليه وهشه وكانت جميله جدا زي ما انتوا شايفين كده. انا بقى كنت بدور بس هي لسه كانت سخنه. انا لسه كده مطلعوها، حتى لو واخدين بالكم انا عماله سايس فيها جدا وبقطعها بالراحه قوي، ان انا كنت خايفه يعني وشها يتهري وكده انها كانت لسه سخنه. يعني يا دوبك انا قفلت عليها وطلعتها كده، لان بصراحه ابو عصام كان عايز يعني يدوق كده وقال لي يعني لو خلصتي اغرفي لي. زي ما انتوا شايفين كان لونها احمر ازاي وجميله جدا وحياة ربنا، والطعم خطير، طعمها والله العظيم حلو قوي. جربوها ان شاء الله بطريقتي ومش هتندموا. بصوا محمره وجميله جدا وقلبها مستوي وهشه جدا زي ما انتوا شايفين. ما تنسونيش بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا، ما تنسونوش اللايك طبعا ان انا بستناه منكم، وكومنت كده تقولوا لي فيه كلمه حلوه.
واللي يجربها يقول لي يا ريت في التعليقات ايه رأيه.